أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي محمد. الحكاية إن أنا عندي فضول كبير قوي. الفضول ده وصلني للي أنا فيه دلوقتي، وهو اللي خلاني إني أكتب القصة دي. بكتب القصة وهما موجودين جنبي وجنبكم انتوا كمان. أي حد هيقرأ القصة دي وحاول إنه يحضر أو كان عاوز وما جاتش الفرصة، ياريت يتراجع عن اللي في دماغه، لأن اللي حصل لي ما كانش سهل. لو انت أول مرة بتسمعني على اليوتيوب أو على فيسبوك، ياريت تعمل اشتراك في القناة أو تعمل متابعة على بيجي الفيسبوك. ولو انت بقى من المتابعين القدام فياريت تعمل لايك. أنا أحمد صقر، يلا بينا نكمل القصة. أنا عايش مع أختي وأمي وأبويا. في يوم من الأيام سمعت عن كتب لتحضير الجن، وكان نفسي في حاجات زي أي حد. نفسي في فلوس، شهرة، أحلام كتير. وفي يوم كنت راكب العربية وماشي في الطريق، بس الطريق ساعتها كان واقف قوي والدنيا كانت زحمة. لقيت واحدة ست كبيرة قاعدة بشوية كتب قديمة. بصيت للست دي انجذبت لها قوي. ساعتها الطريق فتح، ركنت بالعربية على جنب ونزلت. رحت لحد الست. أول ما دخلت عليها حسيت إن جسمي كله أشعر، وحسيت بهوا سخن جنبي، مع إننا في الوقت ده كنا في الشتاء. لقيت الست بصيت لي وبتقولي: اللي انت عاوزه وبتفكر فيه عندي، بس خلي بالك انت مش قده. قلت لها: هو ايه اللي انا عاوزه؟ قالت لي: انت عارف. قلت لها: هو عندك ازاي بقى؟ لقيتها ساعتها بتطلع لي كتاب اسمه، ولا بلاش اسمه. اول ما مسكت الكتاب خفت منه قوي. لقيتها بتقولي: ما تخافش، خليك اقوى منهم، وخلي بالك كل اللي انت عاوزه موجود في الكتاب ده، بس انت هتقدر عليهم؟ رديت عليها بسرعة وقلت لها: هقدر. عارف لما حد بيتحداك وانت عاوز تعرفه انك هتكسب التحدي؟ انا كنت كده. ساعتها الست دي ادتني ورقة وقالت لي الحاجات دي هي اللي هتجيبها، بس بشرط تكون لوحدك وفي بيت فاضي. ساعتها انا خفت اكتر من الاول اصلا، ومشيت ودخلت العربية وفتحت الورقة. لقيت مكتوب في الورقة شوية حاجات غريبة قوي. مكتوب فيها بخور لي اسم معين، ودم من جثة في مشرحة، والجثة دي تكون لسه ميتة جديد. لقيت كمان زعفران، ولقيت كمان مطلوب مني دم غزال، وكم حاجة كده مش هينفع اقول اساميهم. المهم روحت البيت، والفضول خلاني افتح الكتاب. اول حاجة لقيتها في الكتاب كانت صفحة تحذير، والتحذير كان مكتوب بلهجة شديدة جدا. لقيت كمان اسماء غريبة قوي. فضلت اقرا في الكتاب ووصلت لحد تالت صفحة. بقلب في الصفحة الرابعة وسمعت حد بيصوت. انا سمعت الصوت اترعبت، رميت الكتاب في الارض ومش قادر اتحرك. ساعتها شفت قطة سودة، عينين القطة دي كانت حمرا، واقفة عند الكتاب. انا مش قادر اتحرك. الصوت بدأ يعلى. حسيت ساعتها ان انا هموت، قلبي هيقف، مش قادر انطق بأي كلمة. وفجأة لقيت القطة دي بدأت تتحول. القطة بتتحول لبني آدم. ايه ده؟ القطة بتتحول للست اللي بعتلي الكتب. هي، بس فيها حاجة مختلفة. الست عينيها سودا خالص، مفيش فيها اي بياض. لقيتها بصيت لي وقالت لي: انا قلتلك خليك قوي وما تخافش منهم. وساعتها صوتها بدأ يتخن. الصوت قرب يبقى الصوت رجالي سميك. ساعتها سمعت اختي بتقولي: اصحى اصحى يا محمد، يا محمد هتتأخر على الشغل، الساعة عدت 8.
قمت لقيت نفسي على السرير. ايه ده؟ انا كنت نايم؟ يعني انا كنت بحلم؟ لقيت اختي بتقولي ايه يا عم مالك؟ انت بتكلم نفسك وانت نايم ولا ايه؟ وبعدين ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله وانت نايم ده؟ قلت لها كلام ايه؟ لقيتها بتقولي انت كنت بتقول اسامي غريبة كده. ايه يا عم انت بتتفرج على افلام رعب كتير ولا ايه؟ اول ما سمعتها قالت لي كده اتفزعت وقمت ونطيت من على السرير. قلت لها هو فين الكتاب؟ قالت لي كتاب ايه يا عم في ايه؟ قلت لها الكتاب فين؟ قالت لي معرفش انت بتتكلم عن انهي كتاب. ببص لقيت الكتاب مرمي على الارض. اخدت الكتاب ورحت للست. اول ما دخلت عليها ولسه هزعق قالت لي انا كنت عارفة انك هتيجي، بس ما كنتش عارفة انك جبان قوي كده، ده انت يا راجل بتخاف من خيالك. رديت عليها وقلت لها انا ما كنتش خايف على فكرة، وبعدين انت عرفتي ازاي اللي حصل معايا؟ قالت لي تعرف يا محمد؟ محمد صح؟ بصيت لها بذهول وقلت لها انت عرفتي اسمي منين؟ انا ما قلتلكيش اسمي. لقيتها بترد عليا وبتقول لي ما تبصش في التفاصيل الصغيرة دي، هم هياخدوك ومش هتعرف تعمل حاجة، وانا مش هعرف اساعدك. تعرف ليه؟ علشان انا مجرد رسول ليهم، بس هم اقوى من اي حد على وش الارض. بالنسبة لك انت جبان. قلت لها انا مش جبان. قالت لي انت جبان جبان. وبدأ صوتها يتغير ويرجع تاني صوت راجل، وعينيها بدأت تسود اكتر لدرجة ان البياض ما بقاش موجود في عينيها. قلت لها انا هجيب الحاجات وهعمل اللي انا عاوزه وهجيب اللي نفسي فيه، وساعتها هعرفك واثبتلك ان انا مش جبان زي ما بتقولي. لقيتها بتضحك ضحكة من كتر غرابتها. انا اترعبت وانا واقف، وردت عليا وقالت لي وانا مستنياك، انت مش جبان، اثبت لي. مشيت ساعتها روحت وانا مقرر اجيب كل حاجة مكتوبة في الورقة. جبت الحاجات اللي كانت في الورقة كلها، واليوم ده اهلي ما كانوش موجودين في البيت. ولعت البخور وفتحت الكتاب عشان اعمل كل اللي انا عاوزه، وبدأت اتعلم طرق التحضير من الكتاب، وعرفت ازاي احضر بالتفصيل. بس لقيت حاجة كده اسمها غريب لازم اعملها قبل ما احضر. الحاجة دي اسمها صرف العمار بتوع المكان. وفعلا بدأت اقرأ، بقيت اقول اسماء غريبة قوي. وبعد ما خلصت لقيت رسمة للحماية منهم. رسمت بالزعفران طلسم كان شكله غريب جدا، ودخلت نص الرسمة بالظبط وشربت الدم، وبدأت أدلق باقي الدم على جسمي، وقعدت أقول في كل الطلسم اللي مكتوب قدامي في الكتاب، اللي طبعا مش هقدر أقراه لكم. وبعد ما خلصت قراية في الطلسم كان المطلوب مني أنده على الأسماء اللي المفروض هتكون خدام ليا. وقبل ما انده أي اسم ظهرت الست بتاعت الكتب قدامي. ساعتها لقيتها بتصرخ وبتقولي انت بتقول ايه؟ استنى، هتعمل ايه؟ هم مستنيين اللحظة دي من بدري. ما بصيتلهاش وكنت مستمر وعايز اقول الاسامي، ولسه هقول تاني قالت لي انت مش عارف انت بتعمل ايه، هياخدوك، ومش انت بس، دول هياخدوك انت واهلك واي حد قريب منك. رديت عليها باستغراب شديد وقلت لها انا مش فاهم حاجة، انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ قالت لي مش وقته، اطلع من الدايرة اللي انت راسمها دي بسرعة واقفل الكتاب. ساعتها استغربت منها جدا. ازاي وانت اللي مديالي الكتاب بايدك وكنت عاوزاني اعمل كده؟ كبرت دماغي وفضلت واقف جوه الدايرة وقلت لها لا انا مش خايف منهم. وفتحت الكتاب وبدأت اقول الاسماء. لقيت الست بصت لي وتنحت، وبدأ صوتها يتغير ويقلب صوتها لنفس صوت الراجل، وهي بتقول لي لا انت كده بدأت بينا احنا الاتنين، هياخدونا وانت مش عارف يعني ايه هياخدونا. ساعتها الباب فضل يخبط خبط شديد، الشبابيك كمان كانت بتتفتح وتتقفل لوحدها، حاجات كتير في الشقة بتتكسر.
وحسيت بالدم اللي عليا حد بيلحسه. الكتاب وقع من ايدي، والست كانت عمالة تصوت، عاوزة تهرب بس مش عارفة، كان في حد ماسكها. كل اللي طالع عليها تقول سيبني سيبني. مش انا قلتله بلاش، هو اللي بدأ، وانا قلتله ان الدايرة كده هتبدأ. وفجأة في ايد مسكتني من كتفي من ورا، وكان في حاجة سخنة جدا زي النار في ظهري. وبمجرد ما الايد ما اتحطت على كتفي الست اختفت، ولقيت نفسي في عالم تاني. انا مش في الشقة، انا في مكان غريب انا مش عارفه. احب اقولك في الوقت ده ان انا ما كنتش خايف، انا مرعوب. المكان يقبض قلب اي حد، انا اصلا مش عارف انا فين. لقيت الست واقفة جنبي ومتنحة وساكتة. سألتها، قلت لها احنا فين؟ شاورت لي بصباعها على بقها اني اسكت. مسكت ايدي ومشيت، فمشيت معاها على طول. بقول ايه ده؟ هو ده العالم بتاعهم؟ طب احنا على كوكب الارض ولا في كوكب تاني؟ ولا احنا تحت الارض ولا ايه؟ اسئلة كتير قوي جوايا. هي كانت بتبصلي وتبتسم واحنا ماشيين في صمت. انا قلقان جدا، اي نعم وجودها معايا مطمني شوية. بدأت اتأمل المكان، اتأمل انا فين بالظبط. عارف لما تبقى ماشي في صحراء؟ انا مش عارف اوصفها لك ازاي، بس ممكن اقرب لك الصورة شوية. لما بتنزل من البيت وتلاقي الجو مصفر شوية بسبب عاصفة رملية او الجو مطرب، هو الجو ده بتاعهم، نفس الشكل كده بالظبط، بس اللون بدل ما هو اصفر هو احمر. طبعا مفيش شمس. حاولت كتير اعرف مصدر الضوء اللي في المكان بس ملقتش. المكان مليان حجارة وصخور شكلها غريب قوي، واحيانا تشوف تماثيل لمخلوقات غريبة. المخلوقات دي كانت واقفة وفتحة بقها على الاخر ومطلعة لسانها بره. ايه ده؟ ايه المناظر الغريبة دي؟ قلت لها احنا هنمشي لحد فين؟ بصت لي وما اتكلمتش. قلت لها طب اخر الطريق اللي احنا فيه ده ايه؟ انا مش شايف اي حاجة من ساعة ما دخلنا هنا. بصت لي وقالت لي قمة الجبل، وشاورت لي قدام وسكتت. بصيت لقيت فيه زي هالة كبيرة قوي كده. ركزت شوية لقيت فعلا فيه زي تلة بعيدة، بس دي بعيدة قوي. مش مهم، خليني ماشي معاها. بصراحة كنت خايف قوي من اهل المكان يكونوا باشكال مرعبة، يا ريت كلهم يكونوا شبه الست دي كده. وفعلا ابتدى الجبل يقرب، الجبل الاحمر. انا فاكره كويس جدا. مع رعب المكان اللي انا فيه والخوف اللي بدأ يملأ قلبي، لما شفت الجبل ده من مسافة قريبة قلبي اتقبض اكتر واكتر. كنت عايز اقول لها وقفي، انا عايز ارجع، انا مش عايز اكمل، بس كنت خايف قوي من رد فعلها وخايف انها تسيبني. لما قربت قوي من الجبل ابتديت اشوف اللي كنت خايف ان اشوفه. انا شفت اجسام. الاجسام دي ممكن تقول عليها اطياف، مجرد طيف متماسك شوية، مش بيتحركوا، كأنهم اصنام بالظبط، او ممكن تقول عليهم تماثيل. لما ابتديت اقرب منهم اكتر مسكت في ايد الست جامد قوي، ولقيتها هي كمان بدأت تتبت في ايدي اكنها بتطمني. وابتدينا نطلع الجبل. انا بصراحة مش شايف القمة بتاعته فين، بس مش هو ده المهم. المهم ان الكائنات دي بدأت تبصلي. عيونها شكلها مرعب. هما شكلهم مش مخيف، لكن عيونهم هي اللي مرعبة. حاولت قدر الامكان اني اتفادى ان عيني تيجي في عينهم، بس كل ما ارمي عيني في حتة علشان اتفادى عينيهم الاقي عيني غصب عني جت في عين حد فيهم. ما زلنا بنتسلق الجبل. بالنسبة لها كان الامر سهل قوي، مع اني هي بيبان ان سنها اكبر مني بكتير، بس انا كنت حاسس بمشقة شديدة قوي وانا طالع معاها.
كل الكائنات اللي حواليا مش شايف شفايفهم بتتحرك، بس صوت الهمس كان في كل مكان. الصوت مش عالي قوي لكنه منتشر. وفضلت ماشي لحد ما وصلنا لمكان معين، وابتدت قمة الجبل تظهر نوعا ما. قالت لي محمد خليك هنا، اوعى تغير مكانك مهما حصل، وما تصدرش اي صوت او حركة. قلت لها انت هتروحي فين؟ قالت لي هستأذن الزعيم علشان تقابله، وابتسمت ومسكت في ايدي. قالت لي ما تقلقش، انت هنا في حمايتي، ما تخافش، وانت مش اول انس يجي هنا. وسابتني وطارت. طارت، اختفت لفوق مستوى الانظار. الانتظار في حد ذاته ممل، بس في المكان ده الانتظار مرعب جدا، خاصة ان كلهم ابتدوا يبصولي. كل لما ارفع عيني على اي حد فيهم والاقيه بيبصلي احس برعب شديد، لدرجة ان في حد فيهم قرب مني جدا وابتدى يدور حواليا كأنه بيتأملني. فجأة قرب اكتر وابتدى يشم في رقبتي. بصراحة انا كنت منتظر اللحظة اللي هينقض فيها عليا زي دراكولا، وبدأت ساعتها انهار، ودموعي بدأت تنزل مني، وبدأت اعيط بس بصوت مكتوم. كنت مغمض عيني، بس لما الحرارة بدأت تزيد كنت بعرف ان في اكتر من واحد بيقرب مني. وفي وقت معين حسيت ان جهنم كلها حواليا. غصب عني قلت اعوذ بالله. انا قلت اعوذ بالله في سري، والله في سري. ساعتها سمعت صوتهم وهم بيزوموا جامد قوي. حسيت بالغضب اللي كان ممكن يفتك بيا، وفعلا فتحت عينيا وانا حاسس اني هشوف كل الكائنات دي فوق دماغي. ساعتها لقيت نفسي جوه دايرة مكثفة جدا من الاشباح، كلهم محوطيني وبيبصولي بغضب وبيزوموا في نفس واحد. قلت خلاص انا كده هقرأ آية الكرسي وهحرق المكان باللي فيه. هو انا ضعيف ولا ايه؟ انا بفكر مع نفسي على امل انهم يقروا افكاري ويرجعوا عن اللي ناويين يعملوه فيا، وزي ما يكون الرسالة وصلتهم. هم مازالوا بيبصولي بنظرة الغضب دي، ومازالوا بيزوموا عليا بنفس الطريقة البشعة. بس وضع الاستعداد اللي كانوا واخدينه عشان يفترسوني اتغير. تحس ان هم بدأوا يتراجعوا، بس المسافة اللي بيني وبينهم زادت شوية. ابتديت ابصلهم بنفس الطريقة اللي كانوا بيبصولي بيها، وحاولت امثل عليهم ان انا مش مرعوب، للدرجة اللي تخليني على نفس مستوى التحدي معاهم. الوضع ده ما استمرش كتير، لانها ظهرت اخيرا. سمعت صوتها وهي بتقول تعالى يا محمد. رفعت عينيا لاتجاه الصوت، لقيتها واقفة على قمة الجبل، وكان في جنبها كائن كده اشبه بالقرد. الكائن ده كان جاي ناحيتي. وبعدين بقى هي ناقصة مين ده كمان؟ المخلوق ده كان منطلق بسرعة شديدة قوي في اتجاهي، بيجري على ايديه ورجليه، تحس ان هو جاي يفترسني. بس لما بصيت في عينيها وحسيت ان هي بتطمني، اتأكدت ان المخلوق ده مش جاي علشان يأذيني. واول ما وصل عندي لقيته ابتدى يتمسح في رجليا زي القطط بالظبط. وعلى فكرة كل ده والمخلوقات اللي حواليا لسه واقفة زي ما هي. كنت بشوف النار اللي بتخرج من عينيهم من كتر الغيظ والغضب. جسمهم ساعتها كان بيشتعل للحظات ويرجع تاني لطبيعته. ابتدى الكائن ده يمسك رجلي ويشدها في اتجاه قمة الجبل، ويجري ويبص وراه كأنه بيقولي تعالى ورايا. هي واقفة زي ما هي. الريح الشديد اللي على قمة الجبل مش بيحرك غير شعرها وبس. ابتديت بالفعل اتحرك وراه. بدأت اتسلق الجبل وبسرعة، واخيرا صعدت على قمة الجبل عشان تبص هي في الارض وتقولي حي الزعيم. بصيت حواليا، شفت شيء زي الفرن بتاع الارياف اللي بيخبزوا فيه، اللي هو بيبقى من الطين ده بس ضخم شوية.
وفي زي ظل اسود كده حواليه، هو سواد جوه سواد اشد من سواد الظلام، فتحس ان في حاجة جوه. قلت لها هو ده زعيمك؟ قالت لي هو. قلت لها احييه ازاي؟ قالت لي قرب ناحية الصخرة اللي هناك وانحني عندها. قلت لها هو لازم اركع عنده يعني؟ وكان باين في صوتي اني مستصعب الامر. لقيتها بتبصلي كده وبتقولي ممكن تنحني براسك بس. رحت عند المكان وكان في صخرة قصاده بالظبط، ووقفت عندها ونزلت راسي. لقيت شيء بيخرج من جوه، شيء كان كل قوة الشر اتركزت فيه. ايه المخلوق ده؟ انا مش عارف احدد اي حاجة فيه لاني بصراحة مش عاوز ابصله. وساعتها هو فهم ان ده مزيد من الاحترام او الانكسار قدامه. لقيت صوت خرج مرة واحدة وهز جسمي كله. الصوت ده كان بيقول: سوف نختبر ولاءك واخلاصك الينا، وبعدها نعطيك خدامنا. انا ساكت مش بتكلم. صوت همس مخيف جدا ابتدى يخرج منه. لقيت مخلوقات ابتدت تطلع من الناحية التانية من على الجبل. تقريبا هي دي الطقوس اللي هتتعمل علشان اكون واحد من خدامهم. المخلوقات شكلها مرعب، بس مش الرعب اللي انا مريت بيه من قبل كده. في حاجات خلاص ما بقتش اخاف منها، بس للأسف لسه خايف شوية. وبدأ يظهر أعداد كبيرة من المخلوقات اللي شبه القرود، جاية بتجري قوي عند الصخرة. ورسموا قدام الصخرة دايرة كبيرة، وابتدوا يكتبوا فيها حروف باللغة العربية. الحروف متفرقة، يعني ما تقدرش تقول عليها كلمات معينة. وانتهوا من الأمر تماما. لقيت الزعيم ساعتها بصلي وقال لي: اجلس بداخلها. وكان يقصد ان انا لازم اقعد في وسط الدايرة. دخلت وقعدت، بس كنت حاسس ساعتها اني بعمل حاجة غلط. شيء من جوايا كان رافض الامر ده، كنت رافضه رفض تام. ما كنتش عارف ليه الرفض، بس كنت حاسس بيه. ابتدت تتشكل حواليا حلقات من المخلوقات دي، بيطوفوا حواليا وبيهمسوا بكلام انا مش فاهم معناه. بس اللي ملاحظه ان اعدادهم بتزيد باستمرار، كأن القبيلة كلها بقت حواليا. سرعة الدوران مع الريح اللي بينتج من الدوران بتاعتهم، حسيت اني جوه مروحة. انا بدوخ كأني سكران بالظبط. مفيش سيطرة على نظراتي ولا على اي حركة من حركاتي. انا فاكر ان انا كنت ساعتها بعمل حركات غريبة. كنت بطوح راسي يمين وشمال، وساعات اقعد الف في رقبتي في حركة افقية. مش انا اللي كنت بعمل كده. انا ساعتها كنت مفكر اني اتلبست. بعد فترة مش قصيرة ولا طويلة، لاني ما اقدرش احدد الوقت لاني كنت فائت تقدير الوقت تماما، لقيته بيقول لي: قم وتبول في الحفرة. الدايرة اللي انا كنت فيها دي اتحولت فعلا لحفرة. مش عارف ده بسبب ايه، بسبب ان انا موجود جوه الحفرة، بس الحروف زي ما هي اي نعم زي ما هي، بس حاسس ان بيخرج منها دخان او عفارة. مش قادر احدد بالظبط، بس هعمل ايه؟ قالولي لازم اتبول في الحفرة، وفعلا نفذت كلامه. ساعتها لقيت نفسي اترفعت من الحفرة. لا، مش اترفعت، هي الحفرة اللي رجعت لحالتها الأولى، بقت مجرد دايرة على الأرض مكتوب فيها الحروف. لقيته بيقول لي: اخرج من الحفرة يا محمد. ووقف هو على الصخرة، مش عارف ليه، وما كنتش عاوز ابصله ولا عايز عيني تيجي في عينه اصلا. بعدها جابوا قرد من القرود اللي هي الكائنات اللي بتمشي على ايديها ورجليها دي. كان متسلسل، السلاسل اللي حواليه من اول رقبته لحد رجليه، يعتبر متكفن بالسلاسل دي. وكان بيعمل حركات لا ارادية كأنه بيتكهرب مثلا. بعدها لقيت في شيطان منهم بيتقدم ناحيتي، وفي ايده حربة. الحربة دي
اخرها كان مشتعل. مسكت منه الحربة وانا مش عارف هعمل بيها ايه. الزعيم بتاعهم شاورلي على القرد. بصيت في المخلوق اللي شبه القرد ده، لقيت فيه نجمة حمرا مرسومة على جبهته. بصيت ليها، لقيت الزعيم بتاعهم بصلي وقال لي اطعنه. طبعا مفيش اي حل قدامي غير ان انا فعلا اطعنه، وفعلا رميت عليه الحربة وموته. ساعتها الكائن ده صرخ صرخة هزت المكان كله، وفضل يتشنك بطريقة بشعة، وجسمه كله ابتدى يدوب، واختلط دمه بالبول جوه الدايرة. انا مرعوب منه جدا، انا مش عارف ده ممكن يطلب مني ايه تاني، لحد ما لقيت الست جاية وقالت لي محمد اسجد عند الصخرة. قلت لها ايه؟ اسجد؟ قالت لي اوعى تضيع نفسك، انت عارف المخلوقات دي اصلها ايه؟ وشاورت لي على المخلوقات اللي شبه القرود. لما شاورت على قرد منهم حسيت ان القرد ده انكسر، حط وشه في الارض كأنه بيتحسر. قلت لها يا ترى المخلوقات دي اصلها ايه؟ قالت لي دول كانوا بشر بس عصوا الاوامر، اوامر الزعيم، والنهارده هم خدام لينا مدى الحياة. قلت لها انت بتهدديني مثلا ولا ايه؟ قالت لي ابدا، بس اكره اني اشوفك زيهم. قلت لها انا مش هسجد لحد. لقيته بيقول لي اسجد طوعا او ترضخ كرها، وصوته بدأ يعلى جدا. قلت له محدش هيقدر يجبرني على حاجة يا ملعون. كل الدنيا ساعتها ولعت فجأة. المخلوقات اللي هي الشياطين او العفاريت او الجن دول كله بدأ يبعد عني، حتى القرود بدأوا يهربوا من حواليا، كأنهم حاسين ان في دمار شامل هيحصل دلوقتي. كانوا بيجروا زي ما يكونوا بيولولوا او بيلطموا، كلهم بيجروا حاطين ايد واحدة فوق راسهم والتانية رافعينها في الهوا. كله اختفى من حواليا الا هي وهو. ساعتها لقيت نفسي بقول بصوت عالي انا مش هكفر، انا هموت على ديني وعلى اسلامي، ورفعت راسي ناحيته. قلت له انا مش هكفر. ساعتها لقيته بيضحك ضحكة من قلبه، ضحكة كفيلة بانها ترعبك، وقال لي تمام، لقد اخترت الآن. والدنيا ضلمت. الدنيا ضلمت علشان افتح عيني على صرخة. الصرخة دي كانت من اختي، واقفة عند باب الأوضة وبصالي وانا نايم على السرير، بتصوت وحاطة ايدها على بقها علشان تدخل امي وتصرخ نفس الصرخة. هو في ايه؟ هما بيصرخوا هما بيبصولي ليه؟ لقيت ابويا بعدها دخل وبصلي، وبدأوا كلهم يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. بقول لهم في ايه؟ في ايه؟ بس المشكلة ان وانا بقول في ايه انا مش سامع صوتي، انا سامع صوت قرود. عارف صوت النسناس؟ ده كان صوتي. وساعتها لقيتهم التلاتة جريوا من الأوضة وقفلوا عليا الباب علشان أجري بسرعة على المراية وابص على منظري. أعتقد انتم متوقعين أنا إيه دلوقتي. أنا بالظبط زي المخلوقات اللي شفتها في العالم التاني. أنا زيي أقرب ما يكون للقرد، صوتي زيهم، حركاتي زيهم، بس بفكر وبتكلم جوايا بعقلي، لكن محبوس جوه الجسم ده. طبعا انا مش قادر اقولك الصدمة اللي موجودة جوايا دلوقتي، واني لازم اتواصل مع اهلي واقول لهم اللي حصل لي. بس يا ترى لو اتواصلت معاهم وعرفتهم انا ايه اللي حصل لي، هل هيصدقوني؟ وهل هقدر اتواصل معاهم فعلا؟ هتواصل ازاي؟ صح، اكتب لهم. وبدأت فعلا اكتب لاهلي، بدأت اكتب لهم كل حاجة حصلت معايا بالتفصيل. وبعد ما خلصت كتابة رميت الورق من تحت عتبة الباب، باب اوضتي، واتأكدت ان هما مسكوا الورق وقروه. وللأسف بدأوا يتعاملوا معايا كأني مريض،
محدش كان بيفتح عليا باب الأوضة. بدأوا يدخلولي الأكل من تحت عتبة الباب، وبدأوا يجيبوا شيوخ كتير تقرا من بره، وبعد ما يخلصوا قراية يفتحوا عليا باب الأوضة ويشوفوني بنفس المنظر اللي أنا عليه. للأسف أنا لسه زي ما أنا، بس قررت إني أكتب قصتي بالكامل علشان أنشرها وأعرف الناس نهاية أي حد ممكن يقرا في كتب السحر. ناس كتير ممكن ما تصدقنيش، بس اللي ممكن أأكد لك عليه إن نهاية القراية في كتب السحر أكيد مش هتبقى كويسة. لو انت معايا لغاية اللحظة دي فحب أقولك إن أنا بحييك. ياريت لو القصة عجبتك ما تنساش تعمل لايك، ولو أول مرة بتشوفني على اليوتيوب ياريت تشترك في القناة وتسيب لي رأيك في تعليق. أنا أحمد صقر، باي باي.